السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل النهارده مكرونة، اللي هي المكرونة الملولوة دي كده. تمام. قلت اجربها، دي اول مرة اجيبها. وعندي هنا اهو ضربت القوطة طماطم، وعندي ده فصين وقرن فلفل حامي. تمام. كفاية قرن واحد. ولحمة مفرومة. وعندي بقى بصلاية كده وسط، غسلتها كده وقشرتها خرطها. وعندي على النار هنا الطاسة محطوطة على النار، حاطه فيها الزيت وورق اللورة جاهز. والحلة التانية، العين التانية على حلة سلق المكرونة، وحاطه فيها شوية زيت شوية ملح. بصوا كده. بحب دايما طالما هعمله على ايدي بعمله رفيع. بحب البصلة تبقى ناعمة كده. بصوا يا جماعة، خلاص الزيت عندي هيتقدح اهو. هنزل بقى البصلاية بتاعتي كده. تمام اهو. اهم حاجة رشة الملح كمان. رشة الملح دي بتدبل البصلاية بسرعة، وريحتها ما تبقاش متغيرة. ورقتين لورا اهو، غسلاهم منشفة قبلها. أسلق اللحم الأول، وبعد كده أنزل عليها بالطماطم المضروبة وتكمل سوا. عندي التوم اهو، فلفل متقطع. والحلة هنا على النار، مية على النار اهي عشان تتسلق. أنا مش معليها قوي عشان ما تتعمل تكون اتعملت. بصوا البصلاية قربت اهي، دقيقة بالظبط. هنزل عليها بالثوم والفلفل. عشان انا عايزه البصلايه تخش على تبقى داخله على اللون الذهبي قبل ما انزل عليها اللحم. اول ما الثوم تطلع هنزل اللحمه. انا نزلت اللحمه اهو. لسه بقى احط بقى التوابل على اهدي بقى النار شويه كده. انا عايزه محتاجه اهدي النار عشان البصلايه. لسه انا حطيت ما حطيتش ملح، هحط بس مكعب مرق. حطيت بس فلفل كمون بهارات ومكعب المرق. ولسه بقى اديله بقى شويه زنجبيل باودر وشويه بابريكا، معلقه بابريكا صغيره مدخنه. كده انا حطيت التوابل اهي بتاعتي زي ما قلت لكم. فاضل بس شويه زنجبيل باودر اهو بس. بالظبط. وهنزل عليها بالصلصه عشان تسبك مع بعض.
بصوا بقى انا حطيت الطماطم خلاص، هسيبها بقى تتسبك. بصوا الجمال وشايفين اللون من البابريكا مع الطماطم بقى. هسيب كله بقى يغلي مع بعضه ومش هعرف بقى اذا كانت عايزه ملح. بصوا بسيب بقى اللحمه دي تتسبك معايا، وهسلق المكرونه واخليها لوحدها. اللي عايز يحط مكرونه ايه وعليها الصلصه باللحمه المفرومه. تمام. هعمل جنبها ان شاء الله ايه بطاطس محمره. بس انا هسيبها بقى كده تتسبك كويس لحد ايه وبعد كده ايه تكون الطماطم اتسلقت مع المكرونه قصدي اتسلقت، ونحمر بقى جنبها البطاطس ان شاء الله. بس المكرونه خلاص اهي، الميه خلاص هتغلي. عصيت المكرونه. بصوا عندي الصلصه شغاله اهي. هحط النص كله. حطيت النص كيلو كله. عشر دقايق بالظبط وطفي عليها. اشطفها بشويه ميه خفيفه كده. والافضل ان المكرونه ما تتشطفش، بس انا هشطفها عشان تبقى مفلفله كده. واحط لها شويه زيت. الصلصه شغاله اهي غلط. ولسه بقى ايه نحمر البطاطس. خلاص دي خلاص قربت، ودي 10 دقايق واشيلها واحط مكانها نعمل البطاطس. ممكن انقلها على لورا واحمر البطاطس. بصوا يا جماعه شايفين المكرونه وجمالها. بصوا قد ايه المكرونه مفلفله وجميله، والصلصه اهي باللحمه المفرومه لما اتعصجت، وهناكل جنبها مخلل وبطاطس محمره. تمام. ده كده عشان النهارده. يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.